السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير. نتمنى انكم تكونوا ارتحيتوا شويه من الصهير ومن العيا ومن راكم عارفين رمضان كيخلي شويه العيا ديال الصهير والوقفه وتماره. الحمد لله، اللهم تقبل منا ومنكم يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه من ألذ واطيب الكيكات اللي حضرت بدون ولا نقطه زيت. كتجي روعه 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 روعه، خفيفه واسفنجيه بواحد المكون اللي غيعطيها واحد الهشاشه وواحد البنه مميزه. كنتمنى بلا ما نطول عليكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا في القناه الا كنتو ضيوف جداد، بارطاجيو عبر مواقع التواصل مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكنقول لكم فرجه ممتعه. بسم الله، غادي نشارك معكم هذا الكيك بمقادير مع الطريقه. غادي نحتاجوا ليه 4 ديال البيضات من الحجم الكبير، الا كان صغير غادي ديروا 5 ديال البيضات صغار ويكونوا دائما بحراره المطبخ. غادي نديروا 120 غرام ديال السكر سنيده اللي هو كاس ديال العنبه، قبيصه ديال الملحه وسكر بنكهه الفانيلا، او ممكن تنكهوه بقشور ديال الحامض او البرتقال اللي بغيتو. غادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيتغير ليا اللون ديال البيض، ماشي كنضاعف الحجم ديالو، فقط غير كيتغير ليه اللون ديالو. هنا في هاد المرحله غادي نضيف ملعقه كبيره ديال مربى. البنات هنا كان عندي هذا المربى يعني في المجمد، فانا جبته يعني كونجلي وطربته مزيان حتى تخلط ليا مع الخليط. من بعد غادي نضيف قياس ديال 2 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبته، عطاتني تقريبا نصف كاس ما كاملش ديال الزبده المذابه. بالغرام 80 غرام ديال الزبده المذابه، وتكون البنات يعني ما تكونش سخونه، حاول انها يا اما تخليوها تبرد او لا تدفى شويه، المهم ما تكونش سخونه. غادي ندير كاس ديال الحليب دافي. انا بالنسبه لي هذا الحليب كان في الثلاجه فجبدته ودفيته شويه فوق البوطه، عاد ضفته للكيك. الا كان عندكم يعني عادي كان مجبود قبل من الثلاجه بلا ما تدفيوه، المهم ما يكونش بارد. كنخلط الكل، وهنايا كيف ما شفتوا معايا ملي بديت كنضيف الحليب والزبده فانا خفضت الدرجه ديال الخفقان. انا غادي نحيد الطراب وغادي نضيف كاس ديال النشا الذره اولا المايزينا، كاس ديال النشا اولا بالغرام 80 غرام ديال النشا اولا مايزينا اللي كتعطي الكيك واحد الهشاشه رائعه. غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، غنعطيكم دقيق بالعبار وبالغرام ايضا وبالقياس ديال الكاس ديال العنبه. ضفت الكاس الاول وانا كنخلط، غادي نضيف الكاس الثاني، وضروري هنا ما نغربلو الدقيق، لاحظوا معايا راه كيخلي واحد الشوائب. وهنا غادي نضيف نصف كاس ثاني ديال نصف كاس، يعني الثالث غنضيفو نصف كاس. يعني في المجموع اللي خلطت ليا هاد الكيك هذا واللي هزات ليا من الدقيق، هزات ليا 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق وكاس ديال النشا. المهم البنات الدقيق معبور يكون يعني داكشي بالغرام، ما يعادل 270 280 غرام بالحساب ديال الدقيق ابيض وكاس ديال النشا اللي هو 80 غرام ديال النشا. غادي نضيف 2 ديال الخمارات كاخر اضافه، وغادي نخلط الكل جيدا. بالنسبه غيقولوا لي العبار ديال النشا اللي هو 100 غرام كاس ديال العنبه، لا البنات ان النشا راه اخف، الوزن ديالو خف يعني خف من الدقيق، تيكون خفيف بزاف. يعني انايا المجموع ديال داك الكاس ديال العنبه يعني وزنته بالغرام عطاني 80 غرام ماشي 100 غرام ولا ماشي 120 غرام. صافي هنايا مباشره بعد ما خلطت الخليط ديالي يعني ودرت الخميره، مباشره خديت المول اللي غادي نطيب فيه هذا الكيك. كيف ما شفتوا راه ما فيهش داك الثقب، مول عادي. فرغت فيه الخليط ديال الكيك ديالي كيف ما شفتوا معايا هذاك المربى، لان كان عندي داك المربى اللي فيه داك الطريفات ماشي مطحون ماشي السائل، هو اللي ضفت وخلى واحد الطريفات زوينين في الكيك، كيعطي حتى واحد اللون رائع بزاف. دابا تشوفوا ان شاء الله في اخر الفيديو. غادي نحاول اني نخبط هكا شويه المول مع سطح العمل باش كنخرجوا داك الهواء. طريقه الطهي مهمه بزاف، حتى وليت كندير الكيك بزاف مؤخرا. من انجح الطرق اي نوع ديال الكيك غادي طيبوه بهذه الطريقه اللي غنعطيكم دابا. الفران البنات راه بارد ما شاعلش، يعني انايا دخلت المول ديالي الفران عاد غادي نشعل الفرن. دائما كنثبتوا الوقت بالنسبه للناس اللي عندهم فرن كهربائي. بالنسبه لدرجه الحراره دائما 180 درجه، والعافيه تكون من الاسفل فقط. بالنسبه للفرن ديال الغاز غادي نديروا على النار اللي كتكون مهيله، كتدخلوا الفران كتدخلوا الكيك ديالكم وكتشعلوا عليه من التحت حتى تخليه يطيب على خاطر. صافي بالنسبه هذا واحد يعني صلصه ديال الكراميل دائما كنشاركها معكم، واليوم قلت غادي نشاركها معكم مع هذا الفيديو بلا ما نخلي لكم الرابط ديالها. درت كاس ديال السكر سنيده خليته حتى داب ولا لي على شكل كراميل بهذا الشكل هذا.
من بعد غادي نضيف ليه 6 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء، جوج المكونات فقط في هذا الكراميل. كيجي زوين بزاف، ممكن انكم تحتفظوا به في الثلاجه، يعني تزينوا به اي نوع ديال الكيك اولا كريب اولا بانكيك اولا لي كاب كيك اللي بغيتو تزينوا به. في هذا الكيك غادي تزينوا به، كيجي رائع بزاف وكيجي بنين وناجح. يعني فقط عندكم انكم تخرجوه من الثلاجه ولا لقيتوه قصاح شويه وثقال، كديروه في باماغي ولا كتدخلوه هكا الفران الا كان سخون، صافي كيتطلق وكيكون عندكم الجاهز. المهم ضروري هنايا في هذه المرحله ملي غادي يذوب ليا الشكلاط، فانا غادي نصفيه، ضروري غادي نصفيه وغادي نخليه حتى يبرد. الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفرن كيف ما شفتوا راه باقي شويه سخون، غير شويه. الكراميل ديالي حتى هو اصبح عندنا جاهز بهذا القوام هذا، كيكون بهذا الشكل. وقد ما بقى يعني برد كيزيد يقصاح، كيزيد يتقل اكثر. هذا الشيء علاش قلت لكم البنات الا جبتوه من الثلاجه ولقيتوه في هذا القوام هذا، دخلوه يا اما الفران يا اما في باماغي. انا البنات درتو هنايا شويه لان الكيكه ديالي كانت باقا سخونه شويه، فراه دغيا بدا كيسيح. صافي من بعد هنا غادي نزين بشويه ديال التمر. كان عندي ما بغيتش ندير شي اضافات اخرى، فاختاريت هنايا التمر. كان عندي هذاك التمر ديال صحراوه ديال زاكوره. تحيه من هذا المنبر الناس ديال صحراوه وزاكوره وجميع المناطق والمدن المغربيه فين ما كانوا. كان عندي جابت لي واحد الصديقه ديالي الله يجازيها بالخير، جابت لي منو بقى عندي هذا ديال الصحراوه هكا كيجيبوه هكا مفرشش، وانتم جيبوا داك الناشف العادي داك التمر اللي كيكون قاصح وهرمشوه شويه في الهاشوار كيعطيكم هاد النتيجه هذه. صافي هو اللي غادي نزين به ان شاء الله الكيك ديالي بلا ما نضيف شي حاجه اخرى. الكيك ديالنا بعد ما كيكون برد، فانا هنا خليته حتى برد تماما عاد قدمته لكم بهذا الشكل هذا. صراحه كيجي رائع جدا، كيجي بنين، كيجي معلق بهذيك المعلقه ديال المربى، كيعطيها اولا اللون ذهبي كيف ما شفتوا معايا، وثاني حاجه كيعطيها واحد التعليكه لهذا الكيك. بالنسبه للنشا كيعطيها واحد الهشاشه، يعني الكيك ديالكم ملي كتتناولوه كتحسوا براسكم بحال كتتناولوه في الجينواز. صراحه مقادير كما قلت لكم راها بسيطه، وعطيتها لكم بالغرام وبالقياس ديال الكاس ديال العنبه بالمعلقه ايضا. فكنتمنى انكم فقط تبعوا غير هذا المراحل والمقادير اللي عطيتكم بانتظام، وان شاء الله غادي ينجح معكم الكيك من اول تجربه بدون زيت. تبارك الله دابا الزيت راه دار القرون. يعني انا من راسي وجبت كنبغي نتشهى واحد الحاجه فيها الزيت غادي نكون بالنقص بلاش منها، ولكن لا البنات نجربوا شي حوايج اللي ماشي بالضروره تكون الزيت اولا تكون الدقيق اولا يكون البيض اولا يكون الزبده او المهم البنات ان شاء الله غادي نبقاو في الاقتصاد ومعكم دائما في الجديد. معكم نادية شانيل، نتلاقاو في فيديو جديد.